نبداو باول ماتش واللي هو اسهل شويه في التوقع من وجهه نظري، اللي هو ماتش مالي والسنغال. مالي معمره ربحت السنغال، وكنتوقع هادشي اللي غيكون. مالي ما غاديش تقدر تربح السنغال، والسنغال غادا تمر لنصف النهائي، وغتكون هي اول فريق كيمر لنصف النهائي. ندوزو لثاني ماتش عندنا اللي ما بين مصر والكوديفوار. وفي الصراحه على الورق الكوديفوار اقوى، ولكن انا غنستمر في الترشيح ديالي اللي كندير، وغنقول ان مصر غادا تدوز للدومي فينال باش تلعب مع السنغال. ثالث ماتش عندنا اللي هو ماتش الجزائر ونيجيريا. الا كان واجد كنقول لكم ان الجزائر غتقدر تربح نيجيريا. الجزائر غتقدر تربح نيجيريا، وغتربحها في 90 دقيقه اولا في الاشواط. المهم غتربحها في الماتش بلا بلانتيات بلا والو، وممكن انها تربحها كاع ب2-0 ولا 2-1 ولا 3-1. المهم واحد النتيجه اللي تكون مزيانه. كنتوقع ان الجزائر المستوى ديالها غيكون اكبر من نيجيريا، رغم ان نيجيريا الهجوم ديالها كاسح، ولكن ضد الجزائر ما كنظنش غيماركيو بزاف، يقدروا يماركيو بيت واحد. ندوزو دابا لاخر ماتش عندنا اللي هو ماتش المنتخب المغربي ضد الكاميرون. لهذا الا درنا هذه الطريقه كنظن اننا غادي نربحوا الكاميرون، وكنتوقع ان الرد دخل وغادي يفكر في هذه الطريقه، وان شاء الله الفوز للمنتخب المغربي. بالنسبه للمواجهات نصف النهائي والنهائي، راه ديجا كنت هضرت عليها في الفيديو ديال توقعات دور 16. نفس المواجهات اللي توقعت هي هذه، وتقريبا نفس السيناريو اللي توقعت في ذاك الفيديو باقي كنتوقعوا لحد الان. اللي بغى يشوف التوقع ديال نصف النهائي والتوقع شكون غيدي هذا اللقب يرجع للفيديو ديال توقع دور 16.